جاتش، لان الكور دي اللي كانت بتيجي في الشناوي بس. الحمد لله اللي احنا ما فيش حاجه حصلت النهارده تفكرنا بالحاجات اللي كانت بتنكد علينا في المطوشه السابقه اللي كنا بنخسر فيها 5 والكلام الفاضي ده، واللي كله كان متوقع ان احنا في ماتش زي النهارده ممكن نتهزم بنتيجه. لكن انا بقول لك الاهلي حاضر وفي اي وقت، والاهلي بمن حضر، ولازم نشيد بلعيبه الاهلي ككل، لان بجد كانوا على قدر المسؤوليه النهارده. واول مره اشوف الاهلي بيلعب بالروح والقوه دي في صن داونز او في افريقيا عموما. احنا نرجع نقول لك تاني يا كولر، التغييرات عندك فيها مشاكل. طب انت كنت ناسي الدكه في مطار القاهره هنا ومش رايحين معاك؟ طب انت بن شرقي اهو لما نزلته في اخر 10 دقائق او قبل وقت بدل الضايع بكام دقيقه، ما كملش 10 دقائق لعبهم وعمل تغيير في شكل الماتش وجاب جون واتحسب تسلل، وجاب كوره في ايد الراجل في الاخر كانت ممكن تحسب ضربه جزاء. يعني في تغيير في رتم اللقاء، وعندك قفشه وحسين الشحات وعندك كام لعيب على الدكه محترمين. ايه موضوع التغييرات معاك؟ والحمد لله اللي انت طلعت من النتيجه دي النهارده، لان انت النهارده بجد كنت تكسب مرتاح. فتاني هنقول كمجمل الماتش الاهلي عمل ماتش احسن من رائع، بس احنا كان ناقصنا نكسب مرتاح هناك وتبقى المكسب الاول للاهلي على صن داونز في ملعبه، ويبقى مكسب حلو جدا. بس الحمد لله احنا طلعنا التعادل، وانا مش هقول لك ده فخ ولا الكلام ده كله، انت اللي قادر تعمله فخ لنفسك، وانت اللي قادر تعتبره وتشوفه نتيجه ايجابيه وماتش احسن من رائع لعيبه الاهلي قدمته النهارده وكولر. احنا بنقول الماتش العوده الجمعه الجايه وكلنا هنروح الاستاد وكلنا هنساند الاهلي وان شاء الله نتاهل من القاهره، وهنا لا بديل عن الفوز يا عم كولر. بس ما تستناش من فرقه زي دي وكارتوز والكام لعيب دول اللي انت كنت هتحرجهم في ملعبهم، والنهارده صن داونز كان في بيوتهم ما لعبوش الماتش. النهارده انت شفت كنت عامل ايه في ملعبهم في وسط جمهورهم. هنا انت الاستاد كله هيبقى مليان مرتاح زي ماتش العين، اكسبهم 2 أو 3 وان شاء الله ان شاء الله نتاهل من القاهره. وتاني يا كولر وتاني لعيبه الاهلي، انتوا عملتوا مباراه حلوه، لولا الحظ ما كانش حالفنا لاخر ثانيه، بس الحمد لله نتيجه ايجابيه. وانا بقول لك ومش هنتنازل عن الفوز هنا، وكل التوفيق للنادي الاهلي. والخطيب راح في عز تعبه وفي عز مرضه، شكرا محمود الخطيب، واحنا هنفضل نساندك وهنفضل نساند النادي الاهلي. وبنقولها ان شاء الله ان شاء الله نستقتل على افريقيا، والدوري لو ليه مزاج يجي لنا الجزيره، لو بيراميدز فكر يتعثر في اي مطوشه من اللي دي يا مرحب بيه، ما كانش احنا افريقيا مش هنتنازل عنها، وكاس العالم عايزين نتمزج زي ما احنا بنلعب ومتعودين على النادي الاهلي. وكل التوفيق للنادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.